ست استبرق. انا احد منتسبين مستشفى الامام علي شمال باب الجبله. نعم. تعرضنا للحادث الخميس المضى، احنا الشك المسائي. جانا يعني حادث دراجه، شاب ضارب له طفل. بهاي الاثناء اجوا اهل الطفل، هم الحمد لله اثنينهم الحمد لله سلامات وما بيهم شيء. بهاي الاثناء تفاجئنا انه اهل الطفل رادوا يتعدون على الشاب صاحب الدراجه. احنا ككادر منعنا هذا الشيء لانه هو صار بامانتنا. نعم. واجهونا يعني بالاعتداء علينا، حاولوا دخلوا الشرطه اللي حمايه المستشفى، هم كانوا منتسبين اثنين. هالتنا النوع اعتدوا على الشرطه نفسهم. اجى المعاون الاداري المسائي علينا، حاول يفض هذا الامر، راد يطلعهم برا كلهم. اعتدوا عليه واعتدوا على الكادر اجمع، يعني علينا كليتنا انضربنا، واعتدوا على الطبيبه اللي كانت موجوده، على الاطباء. نادوا الشرطه على دعم، اجى الدعم. حتى الدعم ما فاد وياهم. تجاوزوا على الشرطه، تجاوزوا هاي، وراح ضحيتها احد منتسبينا للاس بي اس اللي بالباب واقفين اللي يحمينا. الشرطه توفى الله يرحمه، انضرب وادى الى وفاته. احنا من خلال قناتكم الناشط يوضعون قانون يردع هذه الافعال. مع الاسف هسه احنا مستشفانا نقدر نقول بمدينه ريفيه تعتبر جبل. لا، هاي الاعتداءات ترى تصير حتى بداخل المدن. حتى بداخل للاسف الشديد. نعم. تستبرق، يعني احنا جاي نعاني منها بشكل يومي كالفاظ بذيئه، اعتداءات على الكادر، مال انه توصل يتوفر منتسب الدفاع عن الكادر. هاي جريمه، يعني انا في غير دول اعتقد ما يعني تقوم الدوله وما تقعد على هذا. احنا الى متى نبقى هذا الشيء؟ المفروض من الدوله تعزز قانون يردع هذا الشيء، قانون رادع. حمايه الاطباء، حمايه الصحفيين، حمايه رجل المرور، الكل يحتاج حمايه للحقيقه يعني وللامانه. ملموس. تعزز القوه اللي تحمي المستشفى. المفروض انه هو يعني احنا نعاني من شغله، يجينا المراجع واحد، المصاب واحد، يجون ويافد 100 200، يعني حتى نريد نؤدي واجباتنا بشكل صحيح ما جاي نقدر. من غير الاعتداءات تصير علينا. المواطن يجي وكانما عدو الكادر. ليش؟ هي الدوله ما جاي توفر لنا الاحتياجات اللي نقوم بها، احنا جايين يعني نشتغل باللي عندنا بامكانياتنا، بالامكانات الموجوده. احنا ما لاحظنا شيء ملموس يعني من الدوله تردع هاي الحالات اللي جاي تصير بينا يومنا، وكانما وعلى ضوء هذه جاي الاطباء ينفرون من المستشفيات. طبعا يقول لك انا خاف على نفسي وما حد يحميني. وفعلا احنا اطبائنا اليوم قالوا اذا ما وضع حد وسووا مخدرات هاي المشكله احنا راح نضرب عن الدوام. طيب يا علي، احنا نتمنى توصل هاي المناشده، وهذا الموضوع حساس جدا ومهم، ونتمنى انه يعني الحكومه تلقى لها صيغه حل، لانه ما معقوله هاي الاعتداءات تظل مستمره اذا على الاطباء. اذا الشرطه ما لو ما يعني وصلت هاي الدرجه، يعني احتمال اني كمنتسب كادر مختبري او تمريضي، واحتمال طبيب ينضرب عادي عدل، يعني عادي، يعني هيك وصلنا لهذا الحل، لهاي الدرجه وصلنا. طيب يا علي، انا اشكرك، وان شاء الله نبقى نتابع هذا الموضوع. شكرا ان شاء الله. ممنون من عندكم وممنون من قناتكم الكريمه. شكرا اللي تقف دائما للمواطن. شكرا الله. شكرا لك. انتهى البرنامج. طيب هسه شنو اختم؟ تمام. طيب شكرا لمتابعتكم لصوت عراقي، شكرا لتمام هادي، يعني توقعت انه بعد عندنا وقت. شكرا ايضا لمحمد الحسن معد صوت عراقي، شكرا لاستوديو البث المباشر، والزميل علي اسعد اليوم مرتضى الصغير. شكرا مرتضى، وتحياتي لكم. استبرق ربيعي. السلام عليكم ورحمه الله.